السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز. النهارده الماتش خلص تعادل 2-2. كده نادي بيراميدز عنده 21 نقطة ونادي الأهلي عنده 20 نقطة. نادي الزمالك هيلعب بكرة وهنشوف تحديد الفرق. النهارده بدأ نادي بيراميدز بالتسجيل. رامي ربيعة جاب هدف في نفسه في أول المباراة. بعد كده النادي الأهلي بعد كده برضه نادي بيراميدز دخل الشوط الثاني وجاب الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء. بدأ النادي الأهلي. شفنا النهارده اللاعب الجديد نزول كان ليه لمسات كويسة، وأول ما نزل يعني جاب الهدف الأول كان وشه كويس، يعني حظه كويس. دخل الأهلي المباراة وكان في الوقت ده يقدر يجيب هدف واثنين وثلاثة. بعديها في نفس الدقيقة جاب الهدف الثاني، بقت النتيجة 2-2. في الدقيقة 87 جت ركلة جزاء وإمام عاشور كان يقدر يجيب الهدف الثالث، بس إمام عاشور يعني استفزلك شوية وحب يحط الكورة بطريقة غريبة جدا يعني، وحط الكورة في العرض زي ما انتم شفتوا الكورة عاملة ازاي. وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. كده زي ما انا قلت النادي بيراميدز عنده 20 نقطة، كده مركز أول، نادي الأهلي مركز تاني، نادي الزمالك مركز ثالث. ربنا يوفق إن شاء الله النادي الأهلي في الماتشات اللي جاية وإن شاء الله نشوف يعني بكرة إن شاء الله نقول لكم نتيجة نادي الزمالك، ونشوفه يبقى مركز كام في الدوري.